حبايبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهاردة بقى هنعمل ايه؟ هنعمل مسقعة، طبعا تجديد وفي أكلة شعبية وجميلة وموفرة وبتأكل ولذيذة وكل حاجة جميلة في صينية المسقعة ديت. هنعملها بطريقة جميلة كده وهتبقى زي العسل ان شاء الله. انا معايا 2 بتنجان 3 بتنجان زي ما انتوا حابين، ومعايا فلفل الوان، فلفل احمر حار جدا جدا، وفلفل اصفر وفلفل اخضر، وكمان معايا 2 من البطاطس هقطعهم كده صوابع، ومعايا 3 طماطمات، ومعايا قوطة معصورة. هنقطع كده كل الفلفل بتاعنا وهنقدح الزيت ونحطه في قلبيه، يا دوبك بس بصلايه الاول كده تتشوح مع معلقه توم مفروم، ونشوحهم، ومجرد ما الريحه تطلع كده نروح حاطين بقى الخضار بتاعنا اللي هو الفلفل الالوان، ونديهم تشويحه كده، ونحط بقى ايه الطماطم المعصوره عليه، وشكرا على كده. طبعا الحاجة كلها الخضار اللي انا عاملاه دوت هيبقى مقرمش، مش هيبقى دبلان ولا هقليه في زيت ولا في اي حاجة خالص. هحطه كده في الزيت مع البصل والثوم وشكرا على كده. وكل حاجة هقطعها زي ما انتوا شايفين كده، هقطعها حلقات، وبعد كده هقطعها زي الصوابع كده رفيعة. انا عايزة كل حاجة كده تبقى مصحصحة معايا، مش تبقى دبلانة. على فكرة بتدي طعم جميل جدا جدا جدا. المسقعة دي من الحاجة اللي احنا كلنا بنعشقها، وبكتر منها، حتى لو كتر منها بخليها بتنفع في السحور، بتبقى لذيذة جدا. انا بشوف على فكرة ناس كتير جدا بتروح المطعم وتجيب اكياس مسقعة وتجيب مش عارفة اكياس بتنجان مخلل، بس طبعا لأ، دي بتحمي على صدرنا، ده اكيد من الزيت اللي بيقلوا فيه الطعمية والبتنجان. لكن احنا هنا ياما بنعملها في البيت، بتبقى خفيفة كده ولذيذة وطعمة جدا جدا. بصراحة النهاردة في مجموعة قالت عايزين حواوشي، وفي مجموعة قالت عايزين مسقعة. بصراحة انا عملت مسقعة، لان المسقعة لذيذة وجميلة وبتأكل كمان قوي. زي ما انتوا شايفين انا كده قطعت الخضار بتاعي، وكمان هقطع الطماطم. عايزة اقول لكم يعني مش تحطوا طماطم معصورة بس، لا كمان حطوا طماطم كده متقطعة مكعبات فيها، بتديها طعم بجد رهيب. قطعنا فلفل حار، وكمان هنحط برضو فلفل كده سليم، حتى مش هفتحه علشان ما يشطشطليش المسقعة قوي، يعني يبقى احنا حطينا قرن واحد بس. وهناخد النكهة برضو من الفلفل الحار، اللي بيحبها حار بقى يفتحوا وياكلوا والدنيا تبقى تمام، يبقى رضينا جميع الأطراف. زي ما انتوا شايفين كده قطعنا الطماطم صغيرة خالص. هنخلص كده الطماطم بتاعتنا، وبعد كده هنقطع البتنجان، والبتنجان هننقعه شوية بشوية ملح وكمون وشطة، المجموعة اللي انا كنت عملتها بتاعت التوابل معاكم. ما ننقعوش بملح بس، لان الملح الابيض بس للبتنجان بيسود البتنجان وبيخليه ينزل كل كمية المية اللي فيه، بحس ان البتنجانة كده دبلت قوي واسودت معاكم. حتى لو حطيتيها في الزيت بتبقى البتنجانة غامقة، لكن لما رشلها شوية ملح بكمون كده بتبقى البتنجانة كده فاتحة معاكي ومصحصحة وبتنزل ميتها، بس مش بتدبل قوي ان انت تضايقي فيها لما تيجي تعمليها في المسقعة. هنقطع بقى البتنجان كده زي ما قلنا. وعلى فكرة لو قطعتوا نص كيلو بتنجان بيرمي معاكم كمية بسم الله ما شاء الله كبيرة جدا. انا علشان اتطلبت مني المسقعة فقلت والله النهاردة اللي اعملها واعملها لكم بالطريقة دي. عايزة اقول لكم الفلفل الالوان اللي احنا حطيناه بيدي للمسقعة دي بتبقى مسكرة جدا، كمان البصل بيخليها مسكرة برضو قوي.
وبعد كده كل حاجة معانا مستوية، طبعا محمرين البتنجان والبطاطس ومشوحين الخضار بتاعنا كده. بعد كده هتحطوها في الفرن، بس هتاخد لها لمدة 5 دقايق مش اكتر من كده، وهي طبيعي ما بتاخدش وقت معانا نهائي. انا عايزة اقول لكم انا بعمل دلوقتي صينية المسقعة الساعة 5، يعني فاضل على الفطار ساعة. مش بتاخد وقت خالص بقى ان احنا ندبل البتنجان في الشمس وده كله، لا خالص، ما بتاخدش وقت نهائي. قطعنا كده البتنجان زي ما انتوا شايفين، وهحطه كده معاه بس مشوح الخضار بتاعي، واخلي الطماطم كده بالصلصة اللي انا هحطها تاخد لها شكشكتين 3. بعد كده هقلي بقى البتنجان وهحطه عليها وافضيه في الصينية وازقها في الفرن لمدة 5 دقايق وشكرا. ممكن نعمل بقى جنبيها شوية مكرونة محمرة، ممكن نعمل جنبيها شوية مكرونة بقوطة. فأنا هعمل كده جنبيها شوية مكرونة بقوطة، علشان هي معروفة المسقعة جنبيها مكرونة بقوطة. رغم ان انا ما برجحش اي حاجة بصراحة جنب المسقعة، زي العدس زي البصارة بتبقى هي ملكة السفرة، مفيش اي حاجة تبقى جنبيها. بس برضو طلبوا مني مكرونة بقوطة. يا ماما هتلحقي؟ ان شاء الله هلحق، المكرونة ما بتاخدش 5 دقايق. هنشوف بقى كده. دي تبلت البتنجان بتاعي بشوية ملح وكمون وهركنه على جنب. تعالوا بقى كده هنشوف بقى هنعمل ايه. طبعا انا حاطه الطاسه زي ما انتوا شايفين كده، ومقطعه البطاطس صوابع، وادي الخضار بتاعي معايا. معلش انا بس ماسكه التليفون بايد وبصور بايد وبشتغل بالايد التانية زي ما انتوا شايفين كده. تكون بس كمية الزيت محترمة. وعايزة اقول لكم على حاجة، احنا دلوقتي قلينا مثلا البطاطس بنفضي نص الزيت بتاع البطاطس في، طبعا اكيد كل واحد عامل بطرمان كده للزيت. نفضي الزيت قبل ما نحط البتنجان علشان بس الزيت ما يغمقش معانا ونضطر ان احنا نرميه، طبعا حرام. لا، نفضي الزيت في بطرمان كده، ولما نيجي نستخدمه للبتنجان نستخدمه بقى للبتنجان البطاطس تاني، يبقى الزيت معانا نضيف. انا حطيت كده الثوم والبصل خدوا تشويحة والريحة طلعت جميلة جدا. حطيت بقى الخضار معايا اللي هو الطماطم المقطعة مكعبات صغيرة والفلفل الالوان والفلفل الحار. هشوحهم. احنا قلنا مش عايزين الخضار بتاعنا يدبل، لا خالص، احنا عايزينه ياخد تشويحتين بس. وادي البطاطس معانا شغالة، وادي الفلفل حطينا عليه الطماطم. انتوا لو ملاحظين الفلفل ما تبلش خالص معايا، انا مش عايزاه يدبل. بس كده هحط بقى نص كوباية مية عليه وهسيبه ياخد بس غلوتين 2 تاني وهنرجع تاني. ادي بقى البتنجان معايا اهو زي ما انتوا شايفين. طلعت البطاطس وحطيت البتنجان، قلينا البتنجان وقلينا البطاطس والفلفل. الاكله دي عايزه تتاكل كده يا جماعه، مش عايزه تتاكل اي حاجه تاني بجد، هي كده تحفه. هنجيب بقى كده الصينيه بتاعتنا، وتعالوا بقى نفضي الحاجه بتاعتنا. هنفضي كده رق بتنجان، طبعا دي من غير لحمه مفرومه، من غير اي لحوم، هي بتتاكل كده جميله بجد بجد. فطار النهارده بجد رائع. ما هو مش كل يوم برضو لحمه فراخ، لا لازم نشكل كده، لان الميزانيه مش هتسمح لكل يوم طبعا لحمه وفراخ. لسه رمضان طويل، تعود عليكم الايام بخير ويجعله شهر مبارك ان شاء الله. وعايزه اقول لكم بجد رزق رمضان كتير وكبير جدا جدا جدا. الحاجه بتعمليها قليله، بركه رمضان بجد بتبص تلاقي الحاجه بسم الله ما شاء الله كتير جدا. يعني دول 2 بتنجان بس، واحدة بطاطس، يعني عايزه اقول لكم شويه خضار صغيرين زي ما انتوا شفتوا
بسم الله ما شاء الله الصينية اتملت على اخرها. اللهم صل على النبي، بجد بسم الله ما شاء الله البركة كتير جدا جدا. شوية المكرونة عملتهم صغيرين جدا، بعد ما عملتهم وجيت بفضي في الاطباق لقيت فاضل كتير برضو. يعني بسم الله ما شاء الله نحاول على قد ما نقدر نظبط ايدينا، علشان الحاجة خسارة ان هي تترمي او ان هي تتركن في التلاجة وبعد كده تترمي، لأ. دي بقى الصلصة بتاعتنا الجبارة، حطينا بقى شوية ملح بكمون وفلفل اسمر كده جميل. الريحة عايزة اقول لكم بجد رهيبة. واخدين بالكم من الخضار ما تبلش خالص معايا ولا البصل، ده اللي انا عايزاه. اديت الحياء المظبوط بتاعي، بعد كده بقى هفضيه في الصينية. بصوا بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك، الصينية كبيرة جدا. طبعا احنا مش هنفطر بالصينية دي كلها، مستحيل. احنا هنفطر، وبعد ما نفطر هفضي بقى المسقعة كده في بولة واغطيها واطلع منها جنب السحور يوميا ان شاء الله. جميلة جدا جدا، والعيال كانوا طالبينها مني بصراحة في السحور، فكويس ان هي كترت معايا كده. افضيها زي ما قلنا في بولة وهحطها كده في التلاجة ونطلع منها في السحور. حبينا نطلع منها برضو لو عاملين اكل كده ولا كده في الفطار، مش هتقول لا. ومفيش حاجة عندنا هتترمي، لان حرام وربنا هيحاسبنا على اي حاجة ان احنا ممكن نهدرها ونرميها. ما نفتريش في الاكل. تعالوا بقى كده شوفوا هنعمل ايه كمان جنبيها كده. شوية جرجير، عسل، شوية قوطة مخللة. بسم الله ما شاء الله مقطعين القوطة حلقات كده. وعملنا كمان جنبيها شوية مكرونة. بصوا بسم الله ما شاء الله المكرونة تحفة. بصوا فضل برضو كتير، اكيد هيطلعوا بقى من صلاة التراويح ولا كده، برضو هياكلوا المكرونة، مفيش حاجة عندنا هتترمي. تعالوا بقى نطلع الملك بتاعنا الديك الرومي، اللي احلى كمان من الديك الرومي. بسم الله ما شاء الله، عايزه اقول لكم ريحتها تحفه، بألف هنا وشفا. ادي الفطار بتاعي النهارده، اتمنى يكون الفيديو بتاعي عجبكم. الفطار البلدي الجميل اللي ما نقدرش نستغنى عنه ابدا، حتى في رمضان لازم يبقى على سفرتنا صينيه المسقعه الخطيره. نرش شويه خضره كده، نزوق الاكل بتاعنا، الاكل يفتح النفس. ايه رأيكم النهاردة في الفطار بتاعي؟ الفطار جميل، بألف هنا وشفا على قلبهم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.